السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن السمك. هنعمله يعني بطريقه سهله وبسيطه جدا، وبجد انا مش عايزه اقول لكم طعمه كان عامل ازاي. تقريبا دي كانت اول حاجه اتاكلت من على السفره، يعني ما شاء الله طعمه كان تحفه. هنبدا مكوناتنا مع بعض، وقبل ما نبداها ما تنسوش الاشتراك في القناه بتاعتنا علشان يوصل لكم كل جديدنا، ولو انتم مشتركين الكومنت بتاعكم اللي بيساعدني دايما واللايك ما تنسوش. يلا بينا. انا جوزي راح السوق لقى سمكة بحر كده، ما شاء الله كانت كبيرة، يعني كانت كبيرة ما شاء الله. قسمتها على 6 حتت. ال6 حتت دول، طب انا قلت هقليهم، لا مش هقليهم كلهم، انا مش عايزاهم مقليين. قلت هعمل 3 مقليين، وهعمل 3 في صينية زي ما انتوا شايفين كده، 3 حتت و3 حتت. التتبيلة بتاعتهم ايه؟ جبت توم، يعني راس توم او في حدود 6 7 فصوص توم كبار، و3 4 قرون فلفل، وحطيت كمون. حطيت كمون، معلقة كمون كبيرة، وحطيت معلقة كزبرة ناشفة صغيرة، والملح والشطة. وقمت قافلة وحطيت طبعا الفلفل بتاعنا، وهرست الشطة اللي انا كنت عاملاها معاكم، حطيت منها معلقتين، وقلبت كل ده مع بعض، وطبعا بعد ما ضربته في الكبة. بعد كده جبت السمك بتاعنا عشان نتبله سوا. جبته كده، قمت جايه بالمعلقه فتحته، قمت جايه بالمعلقه وحطيته وحشيته. وطبعا ما شاء الله علشان السمكه كبيره، فطبعا فيها زي جزل كده مش واصل لها التحبيشه بتاعتنا او التتبيله بتاعتنا. فقمت مفتحه كده بالمعلقه زي ما انتوا شايفين، وقمت حاطه التتبيله جوه السمكيه عشان كل السمكيه تبقى شاربه من التتبيله بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هتبلهم كلهم طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش هسيب حتة فيهم ما اتبلتش، عشان اخد في الاخر طعم سمكية كده طعمها تحفة. خلصت وتبلتها كلها وخلصتها. هنروح بقى هنعمل مع بعض الطاجن بتاعنا. طبعا السمك المقلي احنا عارفينه يتقلى ازاي، تعفير الدقيق وبحطه، حتى كنت بقليه في العين اللي وراه، وعملت حبة رز معاها وظبطت الدنيا. يعني كانت صراحة غدواية بجد، كانت ملهاش حل. جبت بصلاية كبيرة. هتقولي طب البصل ده ياما، هقولك لأ، لأن البصل بعد كده هتشوفي الكمية بتاعته قلت خالص. قمت حاطة حبة زيت، وحطيت البصلاية اللي أنا مقطعها. أنا هناك كنت بقلب بقى السمك اللي أنا بقليه. جبت البصلاية بتاعتي، قمت مقطعاها مكعبات زي ما انتوا شايفين، وجبت الصينية بتاعتي، قمت حاطة فيها حبة زيت، ونزلت بالبصلاية لحد ما اتحمرت وبقت باللون ده معايا. بعد كده هجيب انا ايه ده، ايه التتبيله دي او ايه الدقه دي؟ دي برضو 6 7 فصوص توم، عليهم معلقه كبيره مليانه من الكزبره الناشفه. معلقه كبيره مليانه من الكزبره الناشفه. اول ما البصله معانا تاخد اللون ده، هنقوم نازلين بالمعلقه الكبيره اللي هي الدقه اللي احنا عاملينها، اللي هي توم وكزبره ناشفه. وهنشوحها كويس جدا لحد ما تشمي كده التوم والكزبره، يعني تاخد تشويحه محترمه كده على النار. بعد كده هنجيب 4 طماطمات مقطعاهم مكعبات زي ما انتوا شايفين، هقوم برضو مقلباهم معاهم. بعد كده هنزل بشوية مية لحد الطماطمية كده، يعني تقريبا ما تتغطى شوية بالمية. هسيبها على النار لحد ما الطماطمية بتاعتنا تتسبك، او زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي تطيب نص طياب برضو معانا. بعد كده هحط لها توابلها بقى، الملح، وحطيت لها معلقتين من السكر، وحطيت لها معلقة صغيرة من الكمون، وهظبط ملحها. وحطيت برضو معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من البابريكا. وطبعا الشطة بلاش تحطي شطة، لان احنا متبلين السمك وحاطين فيه هريسة الشطة من اللي احنا كنا عاملينها سوا. وخلصت كل ده، كل التتبيلة بتاعتنا، وقمت مقلبة ومغطياها. جيت بقى في الاخر قبل ما احط السمك بحوجات بسيطة، قطعت قرن فلفل واحد، ويكون بارد، لان كفاية كده علينا ايه الحاجات الحامية. يكون بارد برضو على حسب ما تحبي، انا مش هجبرك تعملي حاجة. وحطيت قرن الفلفل البارد. بعد ما حطيته سبته كده يعني يغلي غلوتين معاهم. وبعد كده قمت نازله بالسمك بتاعنا بالتتبيله بتاعته بكل حاجه، ما تنزليش التتبيله منه ولا تنزلي التتبيله من عليه. وبعد كده تاخدي من الخلطه اللي احنا عاملينها، وتغطي بيها السمكيه نفسها كده من فوق زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنسيبها على النار لمدة 10 دقايق، تغلي كده بسيط مع نفسها. عايزين السمكية تبقى مستوية ومهرية، واخدة من التتبيلة اللي احنا عاملينها، وكمان واخدة من الخلطة اللي احنا عاملينها دي. وانا حطيت بق مية زيادة علشان تستوي بيهم. هنا كانت غلت، يعني كده، يعني كانت غلت. وهنسيب بس ايه، يعني المية لما تنشف شوية من عليها، ما تبقاش قوي. هنا كنت بدوق طعمها وبوريكوا السوا، وطعمها بجد كانت تحفة، والله كانت تحفة. جربوها وان شاء الله يعني مش هتستغنوا عنها بعد كده. كده خلصنا احنا الطاجن بتاعنا. يعني هي غلت على النار كده خلاص، يعني الصوص ده بقى حلو قوي بالنسبه لها. قمت واخداها وحطها في الفرن، حطيتها وش.
وعملت بقى بتنجان مملح زي ما انتوا شايفين، وعاملاه برضو بهريسة الشطة، وعاملة رز جنبها، والسمك المقلي اللي كنت قايله لكم عليه، والطاجن، وطلع طعمهم يعني ما شاء الله. جربوهم وان شاء الله هيعجبوكم. ولو جربتوا الطاجن بتاعنا النهارده ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. مع السلامة.